سيد الرئيس، مرحبا بالسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها. رغم أكثر وزارة خلقت لنا التوتر هي وزارتكم سيدة الوزيرة، وأكثر وزارة طيحت قدر النواب هي وزارتكم سيدة الوزيرة. واللي عملته في مجموعة 7 نواب ومع من رافقهم ما يليقش بالإدارة التونسية والعمرها ما صار. وما نحبش نعطي تفصيلات أكثر باش ما نحبش نثير عليك النواب اللي قاعدين هنا، أما نقول راهو عيب اللي وقع معانا نهارين واحنا نتمرمدوا باش نجموا نقابلوك. إجا غدوة أرجع أمشي إجا، معناتها حاجة لا تليق لا بيكم كإدارة ولا بينا احنا كنواب. بلعناها وسكتنا، لكن على الأقل نذكروك فيها في الموقع اللي لازمنا نذكروك فيها اللي هو مجلس النواب. باش نجي ونقول علاش وزارتكم من أكثر الوزارات اللي خلقت لنا توتر. خلينا نعرف واحد، الإدارة التونسية شنو هو دورها؟ دورة تنحي الفتيل نتاع الاشتعال ولا تصب الزيت كما يقولوا على البارود؟ خلينا نفهموا. هذه يا أخي قضية، هذه كي الدولة التونسية والإدارة التونسية خذت القرار بغلق مصنع السياق، قلنا راهو هذا مش محبة فيه نحن، راهو سيادتكم معناتها وزارتكم وإدارتكم والتقنين نتاعكم ومهندسيكم وطبتكم الكل أجمعوا قالوا هذا المصنع راهو ما عاد ينتج الحاجة برك هو الموت، سكروه. مش احنا حبينا نعرفكم راهو آخر حاجة تلوجوا عليه هذه، لا أنتم الحكومة السابقة، هذا متأكد منه. لكن كي قررتوا باش تسكروه، يعني علاش كما قال السيد النائب تعملوا راسكم كالنعامة وتغرسوها في التراب ما كمش هنا؟ كي عندكم مشكلة نتاع غلق نتاع معمل، العام الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، أنا عندي عامين في المجلس. أول نقطة طرحتها سرعوا بمفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل. هذوما 300 ولا 400 خدام ما هماش برشا، قدام صحة مليون ساكن ما هماش برشا. إلى متى مش تواصلوا؟ فهمونا وبرا نحبوا نفهموا. معناتها ما كنتش باش تحلوا المشكلة. كيفاش نعملوا؟ ناخذوا بالطبوريب احنا كنواب الكل من هنا من الجهة، أو عندك يا سيدي الأغلبية نتاع النواب الساحقة، إيش باش تقول لهم؟ تقول لهم لا عندكم ورأيكم البحر وانا وادارتي باش نعمل اللي نحبه. خلينا نعرفوا واحد نحبوا راهو اجابه واضحه وصريحه. في قرار الاغلاق سنة عام الجاي 16 من بعد سمعنا 17. كيفاش 17؟ راهي اضحوك يا ساده النواب باش تفهموا. راهو السيد الوزير بتاع الطاقه والمناجم او سي الانور معايا جمع ما جمع من جماعته واقربائه اللي معاه في رايه في قابس، مش في صفاقس راهو، باش يحدوا مصير جهة صفاقس. قالوا لا يا سيدي يا طلعت لنا من هنا ومن هنا باش نزيدوها عام سورسي، نزيدوها عام، هي مش مشكلة عام، لكن هو اختار الكبير وكأن الجهة ما عندهاش مالي. قالوا يا خويا جهة صفاقس مالنا ساعتها مكبوب، نزيدوا كبونا ساعتها، مدينا كلمة تاع زبل. قالوا يا سيدي باش نخصوها فاش؟ باش نخصوها في تثمين الفوسفوجيبس، انتاج لي سي اس بي. احنا هذا السقف ما احناش داخلين، ما نحبوش ندخلوا معاكم لا بيئي ولا مش بيئي، اقتصادي مش اقتصادي، لان هذه اكذوبه العصر الكبرى، وعيب وحرام ان اداره تونسيه يوصل بها الفجاجه ان تطرح حل كما هكا على مواطنين. ما تحبوا تعملوا لنا. قال تو حوض منجمي، يحكي على الحوض المنجمي، يعطيونا على الاقل التقييم تاع حوض منجمي. انتم تحبوا تعملوا لنا حوض منجمي؟ شفتوهاش في اي بلد؟ تقولوها لي راهو في العالم 3 كيلومتر قلب البلد ولا اقل شويه يحبوا يعملوا لنا فوسفات، معناتها منجم نتاع فوسفات اسيالوفير، القديس نتاع الفوسفوجيبس اللي فيه 50 مليون طن، ولازم يجيبوا له ماده غير قابله للتسويق، زبله معناتها، حاشاكم اللي تسمعوا، يجيبوها يا من الصخيره يا من المضيله، وباش قال شنو يغربلوها عندنا غالي. راهو عيب، راهي تو المنطقه المنجميه ومن حقها هو ان ماذا بيا تبعد شويه الانشطه هذه على قلب المدن. انتم نكايه فينا ولا شنو؟ فهمونا وين تحبوا توصلوا بينا؟ معناتها راهو ترشحنا باش نقول لكم انا كنايب راني ما عادش نامن لا بالنضال السلمي ولا بالكلام ولا بحق شيء. انتهت اللعبه يا خويا. وين قداش مره مش قاعدين نناقشوا معاكم؟ يا عندكم يا خويا وصلتكم اخر حاجه سيدي الساده النواب يكونوا على يقين. الجهه نتاع صفاقس النواب الاغلبيه ساحقه. اثنين وهذا الاهم، كل المنظمات دون استثناء وصلتك سيده الوزيره، وصلت سيد كاتب الدوله، وصلتك الامضاءات الكل.
اكثرش من هكا. باش نجيبوا مازال كلشي نجيبوا لكم شويه جماعه الروضه نلمدوهم نطلعوهم نقولوا هذم هما اللي مازالوا. اما جهه صفاقس كلها اي باش تاخذوا برايها ولا مش تاخذوا برايها؟ هذا اثنين. حتى نقول راهو هالعداء ما فهمناش يا خويا. كان حوض منجم يعطيونا حقنا في حوض منجم. خلي يا خويا ناخذ تو كيما قال سي عدنان نتاع بيئه نحبوا 10,000. ما احناش ناقصين راهو. عندنا الصخيره، عندنا جبليانه، عندنا الحنشه، عندنا تقريبا 14 معتمديه داخليه عندهم مؤشرات تنميه ما تقولش لا على الرقاب ولا على بوزيد ولا على قبصه ولا اي. اعطيهم لنا خليونا ما تحبون حوض منجمي مفتوح اعطيونا الصفه واعطيونا 10 موطن شغل نتاع بيئه. خلينا نخدموا جماعتنا وندوروا دولابنا. هذا اولا. ثانيا وهذا الاهم، يظهر لي قابس ثم العديد من الاخوه النواب من هنا ويعرفوا شنو هو الحجم نتاع التلوث اللي هابط عليه. الصخيره حد ما قال الحد يا سيدي. هاي الدوله قررت باش تخصص 420 مليون باش تعالج المشاكل البيئيه. هي وهذه المنطقه نتاع السياق لا هي معلقه لا هي مطلقه. لا نسكروها ونعطيو حظه في معاش البيئه. فهمونا وين ماشيين بينا بالضبط. اني نقر برامجكم انتم مش برامجنا احنا. لا تحبوا تسكروها. قال شنو عملتوا لنا اول حاجه مشكله. قال شنو هذا نشاط ملوث مش هو مظله. وانتم تعرفوا اخر حاجه اللي مش يتحول. معمل السبت سيفكك. ومعمل مظله فيه استثمار قرابه 800 مليار بمواصفات اخرى. دونك تلعبت اللعبه هذه ومؤسف جدا ان دخل فيها جمعيات مموله سيد الرئيسه من وزارتكم باش تفتن ما بين الجهات. توا ما نجحتش العمليه هذه. توا دورناها شيء اخر. توا المجتمع المدني والنواب وجل الجمعيات في صفاقس مهنيه وغيرها توا نحبوا ندوروها عرك مع اتحاد الشغل. قال شنو يا اخويا انا عندي مشكله اجتماعيه برا حلوا مشكله مع اتحاد الشغل. شنو نحل المشكله؟ انا في دي الحلول. انا عندي ميزانيه الدوله كنائب ولا كجمعيات. انتم المسؤولين انتم اللي لوثتوا 62 سنه. ما نحبش تدخل تحت الطايله هذه لان هذا مستوى اخر من بعد. اذا تحملوا مسؤوليتكم. راهي المساله هذه الاجتماعيه مش احنا نتحملوها انتم تحملوهم. احنا قلنا راهو الاتحاد العام التونسي للشغل على راسنا وعينينا. راهي مصالح الخدامه وامتيازاتهم راهي هذه تحفظ. لكن تحفظ منكم انتم. احنا تونس الجويه علاش تو 400 راهي من 100 المليار دولار دفعناها. شركه الفولاد 35 تو 120 باش نعملوا السينيسمون نتاعها. هي منين جات؟ لا فلوس الوزير هكا لا وزير هكا. فلوس الشعب التونسي. هي جينا كان الحفره هذه نتاع صفاقس تموت الحكايه ولا ما عادش عندكم فلوس. اما احنا نقول لكم بصراحه نقولها لكم في وجوهكم. قلناها قبل ومش نعاودوها لكم. كي هاكي الجريمه والتيران نتاع الجريمه وحظيره الجريمه اللي هي الشواطئ الجنوبيه اللي عبثتوا بها كشركه وكقطاع ما تحبوش تسيبوها ولا تحبوا تساهموا بفرنك ولا فلس في معالجه مشكله 380 خدام يحرصوا فيهم. انا ما سمعتش قال لك سي عدنان عندكم 10 واحد ما يخدموش يقيتونا محل هذوما. هاكم رجال واحنا عساكر كردونا. فهمونا خلينا المواطنين توانسه يا رسول الله. في قابس ما نفس الحكايه. وقعت يعرفوها النواب. وقعت مشاكل اجتماعيه ما تعداش ترينو حبس ترينو دخل خدم. هي هذه قيناه. هي ونجي وحنا لا شو معناتها؟ تتصورش تو في بالك عمال السياق باش كي طلب سيدي محرز باش يلمدوا لهم دينار وندوروا على الصفاقسيه الكل ونقول لهم بربي هي لمدوا لهم. عيب هذا. احنا دقيقه احنا راهو العمال هذوما راهو مع الرصع هذوما خدموا اقتصاد تونس خدموا اقتصاد الجهه وساهموا في جلب العمله الصعبه. ما نكفيهمش بالطريقه هذه. واثنين فكوا علينا شويه. رحمه على والديكم. راح نجيناكم المره الاولى الثانيه الثالثه. عيب ولا الواحد كي يتكلم معاك بالطريقه هذه ولا يحشي مع الروح. من بعد ما نكمل نجي نقول لكم راهي متاسف. المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. لان في الحقيقه راكم شيطوا علينا سيد الوزير باللغه هذه. شيطوا علينا ما عادش بيها وين. شو معناتها؟ خلينا نفهم. هذه سبب قالت لك يا خويا راهو مستقبل الشواطئ الجنوبيه راهو في يدنا نتاعنا راهو مش نتاعكم انتوما. يبرر يا خويا اللي يحب يعمل تثمير. هزوا عندك اي شاطئ من شواطئ الجمهوريه. وعندك ابدا من الشابه للمستير للمهديه للمرصد. ترى جربوا عملوها غادي. جربوا قولوا لنا ما عملوا ترى الفوسفات غاديكا وتملوا الفوسفات غادي. شو ممكن مثلا يجي يقعد على كرسي من الكراسي هذه؟ حتى واحد ممكن يقعد على الكرسي هذه. خلينا نقولوها بكل صراحه. علاش العنصريه هذه؟ علاش سامحني عايشك سامحني خليني نتكلم بعد رجع لي. من بعد رجع لي. رحنا للمناطق نتاع تونس كلها عزيزه علينا. ورحنا الجهه نتاعنا تدفع وتساهم بنفطها بغازها بزيتها
كل منتوجاتها تساهم في الاقتصاد التونسي. ما هو شويه علينا 350 خدام. حتى يا رسول الله حتى من البيئه صناديق البيئه اكثر جهه ندعموا فيها وما يوصل لنا حتى شيء. يا اخويا انا قلت لكم من الاول راني انا والله ماذا بيا ما نحضرش فيه اصلا وين ما ثم اللي قام البيئه، لان في الحقيقه ولا عنصر نتاع توتر الاعصابنا والجهودنا. وقولوا لهم بربي انتم كلجنه يتدخلوا ويفكوا لنا شويه.